مرة واحدة كده قدام الفصل كله بيقول لي اقعد يا علي، لما تطول يبقى جاوب. هو بيضحك فالفصل كله ضحك. قامت راحة موقفاني، هي مفكرة إن هي عايزة توقف على عيل صغير مثلا، فهي شايفة إن إحنا لابسين نفس اللبس، فراحت موقفاني هي وزميلتها وبتقول لي ثانية بس خد تعالى كده يا حبيبي. وأنا معرفش أصلا إزاي وقفت لها وإزاي رديت. يعني أنا بجد بتعصب موت لما بفتكر المواقف دي بجد يعني. فيديو من أصعب الفيديوهات اللي هاعملها في حياتي، يعني أنا بجد مش متخيل إن أنا ممكن ييجي في يوم وأعمل فيديو عن اللي أنا هاقوله ده بجد، فيديو حساس أوي بالنسبة لي بصراحة، لإن هي فترة عانيتها بكل تفاصيلها بطريقة، يعني أنا بجد باحمد ربنا قد إيه هو استجاب لي، يعني حققت الحمد لله اللي كنت بادعيه، الحمد لله استجابت الدعوات اللي كنت بادعيها، فمش عايز أفتكر اللحظات المؤلمة اللي عِشتها الفترة اللي فاتت دي خالص يعني، فكل أمّا أحس إن أنا بافتكر الأيام دي باحس بالغيظ، لإن حصلت معاه مواقف كتير جدًا مش هيحسّها غير اللي مَر بنفس التجربة. وطبعًا يعني الميزة في الفيديو دوّة إن أنت مش هاحكي لك قصة حياتي وخلاص، لأ، ده أنا هاقول فعلًا حل للحوار دوّة، لإن ولا دكتور على اليوتيوب ولا واحد فيلسوف طلع وقال الحل، وكلّه يقول لك ما أعرفش إيه والعب عُقلة ومش عارف إيه والكلام ده كلّه. قصتي مع التنمر من الآخر يعني. تعالَ نبتدي بس كان بيحصل لي إن أنا طبعًا أنا من ساعة سنة 5 من وأنا في سنة 5 ابتدائي ابتليت وقف في الغدة النخامية، يعني في الغدة النخامية من عندي، الغدة النخامية عندي وقفت، يعني النمو مش هيتحرك تاني. كان طولي ساعتها 130، ففضل طولي 130 سنة 5 وستة ابتدائي وأولى إعدادي، أنت متخيل؟ وتانية إعدادي، عارف يعني إيه 130 سنتي؟ يعني مثلًا واحد مثلًا في سنة أولى ابتدائي، أنت متخيل واحد رايح أولى إعدادي، يعني أنا أخويا الصغير في تانية ابتدائي طوله 135، في قصدي كام؟ في رابعة في رابعة ابتدائي، طوله 135، أنا واحد كنت داخل تانية إعدادي، أنت متخيل؟ فوصل الموضوع لتانية إعدادي بقى أنا بدأت أقلق بقى. ليه؟ لإن الكلام اللي هو بتاع الأهل، اللي هو يا ابني ما تقلقش كلّها ثانية وهوب كده فجأة هتنام، هتقوم من النوم هتلاقي نفْسك عمود النور على أول الشارع، كل ده طبعًا كلام كُفتة يعني. المهم يعني في الآخر طبعًا صدّقت الكلام ده وبتاع لحد ما دخلت بقى على تالتة إعدادي، طبعًا تالتة إعدادي ديّة يعني أنت المرحلة الجاية تبقى في ثانوي، كان طولي بقى كام يا معلم؟ 135، كارثة. كارثة، يعني أنا ممكن أوريكم صورة ما أعرفش أنا هاوريها لكم والّا لأ، يعني هي ممكن تظهر وممكن لأ، لإن هي كانت معايا واتمسحت، فممكن أكلم واحد زميلي يبعتها لي، فلو كده هاوريها لكم على الصورة قبل وبعد، يعني بعد أمّا الحمد لله طوِلت، وهاعرّفكم إزاي وإيه الحل فعلًا بقى من غير الرغي بتاع الدكاترة، ومن غير ما تقعد تخش على اليوتيوب وتبحث وتقعد اللي يقول لك العب عُقلة واللي يقول لك اعمل التمارين الفلانية والهبد الكلام الكتير ده، عشان أجيب لك الخلاصة من الآخر. جات تالتة إعدادي بقى وخُفت. لأ، أنا لازم بقى أتصرّف، لازم أكشف، لازم بقى إيه، يعني آخُد موقِف بجد. طبعًا أنا إيه، كنت كل ده برضه باقول الكلام ده من جوّايا، ما كنتش عايز أطلّع الكلام ده، بس طبعًا بقى جات عليّا امتحانات تالتة إعدادي بقى وبدأت قصة التنمُر بقى. إيه اللي يقول لي بقى طبعًا أنت عارف بقى التنمُر بقى، إيه يا عم أنت بُص مين هيخُش أنت داخل ثانوي إزاي يا ابني، أنت ما حصّلتش تالتة ابتدائي ولا ما حضرتش أولى ابتدائي والكلام بقى اللي هو إيه. جات بقى عليّا بقى إيه، مرحلة بقى كنت في امتحانات تالتة إعدادي. المهم لقيت واحد زميلي سبحان الله فجأة كده، يعني الواد زميلي أصلًا ده لا باكلمه ولا حاجة، هو بس يعني من بعيد لبعيد كده، لو لعبنا مع بعض في المدرسة والّا حاجة، بس مش زميلي اللي هو من العيال اللي أنا باتمشى معاها في المدرسة والكلام ده يعني. راح فجأة كده كلم أمي وقال لها لازم تكشفي على علي، أنا باحبه جدًا وما أعرفش إيه، يعني يا اسطى صباح الفل، ده أنا ما باكلمكش إلا كل فين وفين، اللي هو سلام من بعيد، يا معلم عامل إيه، حتى مش فاكر اسمه، باين اسمه نور والّا اسمه إيه مش عارف والله نسيت. كان اسمه عاصم؟ مش عارف. المهم جه راح قال لها لازم تكشفي على علي، أنا سمعت من واحد إن هو عنده إنه ممكن يكون عنده وقف في الغدة النخامية، ودي لا قدر الله ممكن يعيش عليها فترة حياته. يا جماعة للعلم لو حد لا قدر الله ابتلي بنقص في الغدة النخامية أو إيقاف في الغدة النخامية، فأنت خلاص طولك وقف إلى مدى الحياة. بالسلامة كده، والحل بقى هاذكره في الفيديو، لكل واحد بس سمع اللقطة دي اهدى عليَّ ما تبقاش كمّل الفيديو بس. رُحت قُلت إيه،
قعدت اقول بقى الواد ده حقود يا عم حقود ايه، الراجل عايز يساعدك. انا لما بسمع كلمه، انا بقى كانت عندي برضو عقده كده، كل ما اسمع كلمه التنمر، الكلمه ديت في حد ذاتها يعني زي ما تقول كده ايه، لو بتقرف، هو مش عايز اقعد مش عايز اقعد في القعده ديت. التنمر دي معناها انا، معناها ان انت التنمر، انت اللي فاهم كده يعني. فانا ايه، ما كنتش بحب الكلمه دي خالص يعني، ما كنتش بحبها نهائي يعني. حتى في مره شاف واد في الامتحانات موضوع التعبير عن التنمر في امتحانات تالتة اعدادي، بعد ما خلص الامتحان قعد يقول لي يا علي امتحان عن التنمر، ها ها ها، وبيضحك اللي هو عايز يقول يعني من الاخر، يعني اللي هو ايه، اللي هو احنا هنتنمر عليك بس انت فاهم يعني. يعني مش عارف افهمكوا ازاي. المهم يعني انا ايه يعني، اللي هو انت اكيد فاهمني، او يعني ال اي حد في مكاني هيفهمني يعني، تمام. قلت بقى يا معلم لا انا لازم اكشف بجد بقى وكده بقى، لان الموضوع بقى خلاص انا كنت داخل اولى ثانوي بقى، والموضوع بدا يتطور جامد قوي في حوار التنمر دوت، اللي يشتم واللي يقل ادب وحاجه. كانت في عيال بتمد ايديها عليا احيانا كتير، لان شايفين عيل صغير حرفيا يعني داخل مدرسه ثانويه يعني. يعني كان حرفيا كان في زمايل ليا بيتجوزوا بيتخطبوا وانا صباح الفل يعني. يعني لسه اللي هو عيل صغير انت فاهم. فقلت لا لازم اخد موقف بجد بقى، مش هفضل استنى بقى كلام اهلي بتاع الكلام الكفتاجي ده. مش قصدي، انا اسف يعني، انا حد بيقول لي انت ازاي تقول كلام اهلك كده، مش قصدي. اللي هو الكلام اللي هو ايه، لو انت تطول وما اعرفش ايه وكده، انا قصدي على الكلام يعني، تمام. وانا في رحلتي عايز احكي لكم قصه علاجي بعدين يعني، عايز احكي لكم بس قصه التنمر الاول، كل المواقف اللي حصلت لي في التنمر حرفيا، وازاي يعني تتاقلم عليها وانت بتتعالج يعني. انا هحكي لكم قصه علاجي، بس هحكي لكم الاول ازاي تأقلم نفسك مع التنمر. حصل موقف، ما تجيش تقول لي بقى انا انا اكتر واحد اتنمروا عليه في حياتي، لا يا معلم، مفيش اكتر من العبد لله اللي حصل له الموقف ده. ما اتمناش لاي حد يحصل له الموقف ده. كنت طبعا دخلت طبعا بقى اولى ثانوي، اول ما دخلت مدرسه العيال ماسكه فيا طق طق طق، والعيال واللي يضحك واللي مش عارف ايه من يعني انا داخل بس عادي كده تمام. كنت ساعتها لسه مربي بقى شعري، طبعا شعري ده مقصوص كتير والله يعني فاهمني، انا كنت مربيه جامد بقى فاهم، زي ميسي كده يا اسطى، كنت مربيه قوي يعني. بس فاللي هو بقى عيل صغير وكمان بقى بشعر وحليوه كده انت فاهم. الميزه اللي انا عشان يعني اتجنب بقى حوار التنمر ده عملت ايه، اول حاجه قلت ايه الحاجه اللي كل المدرسه او كل الولاد او الصحاب اللي هو بالنسبه لي انا بيعملوها او بيحبوها، وانا احاول اعملها وابقى احسن منهم فيها. طبعا أنا الحاجه الوحيده انا يعتبر المتميز فيها شويه الكوره. تمام. وانا عندي مناسبه قناه كوره وكده، بس ده مش موضوعنا يعني، تمام. فانا الحاجه اللي يعني بحبها وبعرف العب فيها هي الكوره بعرف العب كوره انا يعني، تمام. فالمدرسة طبعًا كلّها طبعًا يعني معظمهم تيجي ساعة الاستراحة بيلعبوا كورة عادي. فأنا بقى إيه، رُحت لعبت مرّة كده معاهم بقى وبتاعة وكده، والعيال كلّها صاحبت عليَّ في اليوم دوّة وكده يعني. بس فيعني اللي هو أنت فاهم عشان إيه، يعني أنسّيهم حوار إن حد يتنمر عليَّ ويتكلم عليَّ، يبقى عندي شلة صحاب فاهمني، عشان يوم ما يحصل مثلًا إن أي حد يرزّل والّا بتاع، كذا واحد يبقى واقف جنبي مش عارف إيه، ما حدش يفضل يتفرّج كده وكلّه يبُص ولكنّهم بيبُصّوا على حتّة أنت فاهم. بعد فترة كده كان برضه إيه، كنت برضه شاطر برضه في من ساعة زي ما قُلت لكم في الفيديو اللي فات، كنت شاطر أوي في فترة الابتدائية والإعدادية. جيت في فترة ثانوي برضه كنت في أولى ثانوي، كنت لسه الدماغ ما اتسلحتش وبعدت خالص عن حوار الدراسة وكده. جه المدرس بيقول لي إيه، قالها لي كده وِش قدّام الطلبة كلّهم، راح قعد يقول لي إيه، جه في سؤال فأنا رفعت إيدي، اللي هو أنا عارف الإجابة يعني. فراح مرة واحدة كده قدّام الفصل كلّه بيقول لي اقعد يا علي، لمّا تطول يبقى جاوب، وبيضحك، فالفصل كلّه ضحك. فأنا عشان ما أحسّسش إن هُم بيتنمروا أو كده، فاللي هو ابتسمت ابتسامة خفيفة كده وقعدت يعني. أنت عارف بقى من جواك نار قايدة وما أعرفش إيه، إزاي تكسفني كسفة زي دي، يعني إزاي تقِل منّي بالطريقة دي، أنت يعني كنت عايز أقول له أنت مش محترم، بس كل بقى يبان إيه ده يا عم أنت، اخس ده بُص بقى ده اتريق يا عيني، ده مش عارف إيه، ده فعلًا كذا، أنت فاهم الكلام ده. فسكِتّ وعدّيت اليوم وأنا مروّح في طول الطريق ما ركبتش، يعني المشكلة إن المدرسة عن البيت المسافة بعيدة جدًا، ما ركبتش اليوم ده وخدتها مشي حرفيًا.
ما بتاع حوالي نص ساعة مشي لحد بيتي، عمال اعيط واقعد اقول يا رب وليه يا رب واشمعنى انا وما اعرفش ايه، وليه الابتلاء دوت وانا كده هعيش حياتي ازاي. وساعتها فعلا يعني حسيت ان خلاص، يعني انا مش هذاكر تاني ومش هتعامل مع الناس تاني ولا هلعب كورة تاني ولا هعمل اي حاجة، يعني استغفر الله العظيم، اللي هو يا رب يعني يا رب اموت بقى، عشان انا فعلا خلاص يعني انا كده بالطريقة ديت مش عارف اعيش يعني. يعني لا حد لا حد هيتكلم معايا يعني ولا حد هيصاحبني. يعني لدرجة ان احيانا برضه في المواقف دي برضه كنت بلعب حاجة اسمها حجوزات كورة، فكان في واد زميلي متصاحب عليا جامد قوي، بس عشان كل ما يحس ان انا شكلي صغير وكده، كان احيانا بيجي عليا مثلا يقعد يقول لي، يقعد يشتمني مثلا. واحد مثلا بيلعب كورة مثلا، فواحد هو اللي غلط في الكورة، يعني واحد بعيد اصلا معايا في الفرقة بس هو اللي غلط في الكورة، يشتمني انا يا ابني انت عبيط. ويتقمص وبتاع ويتعصب عليا، يا ابني انا مالي يا ابني انت هبل. بس اللي هو فاكر ايه، اصل انا هشتمه هو ولا يعني انا ما اعرفوش؟ طب مين يعرف؟ انا اعرفك انت وانت بقى اللي فاهم يعني اللي هو ايه، اللي هو ما نصدق كده حد يشتمه كده. طب ما انت قصير بقى. جه بقى الموقف اللي هو بقى مش عايز ابعد بس عن حوار الزميلي ده. الموقف اللي هو بتاع المدرس ده، يعني اتعصبت موت وما اعرفش ايه وبتاع، وانا بقى ايه، وانا خارج بس كده في طول الطريق وانا بعيط كده، راحت طق الصدمه التانية على طول، ما بتلحقش، لا كلها في نفس اليوم اول ما طلعت المدرسه على طول وانا متعصب. حتى كمان ما مشيتش مع اصحابي، يعني مشيت لوحدي، لا عايز اروح البيت لوحدي. راحت انا برضو ما اعرفش ازاي السذاجه كانت واخداني للدرجه دي، وازاي كنت عبيط قوي كده. يعني انا بجد يعني كل ما افتكر المواقف دي بحس ان يا ابني هو انت ازاي كنت بالتفكير ده ولا بالدماغ دي، ولا ازاي وقفت الوقفه دي، ولا ازاي رديت الرد ده. انت فاهم، بتحس ان انت بتعصب. هاجيلكوا في الكلام ما تقلقوش. بنتين راحوا موقفيني قدام المدرسة، وكانت معانا في الفصل، اسمه دوت في السن، في نفس الصف، في نفس السنة الدراسية، يعني كانت في أولى ثانوي برضه، يعني من الآخر. حاسس إن أنا هتشل بجد لما بقعد أفتكر المواقف دي. قامت بتقولي أنت في سنة كام؟ فقلت لها في أولى ثانوي. أنا معرفش إزاي أصلا رديت عليها، ولا كنت أسيبها وأمشي أصلا يعني. قامت راحت البت رقعة ضحكة هي وصاحبتها قدام المدرسة كلها، الكل انتبه، والكل قعد يضحك بره المدرسة كله، ولاد ببنات بقى. وفي الآخر أنا فاكر مشيت وكله بيضحك وأنا ماشي، أنا ماشي وكله بيضحك من ورايا. عارف اللي هو أنت في الوقت ده يعني تشقي أرض وبلعيني ولا إيه ما تعرفش. طب تعمل إيه؟ أنت فاهم؟ يعني أنا بجد بتمناش لحد انه يحصل له موقف زي دوت. جيت بقى روحت، انت متخيل بقى ايه، المستر وراها البيت، اللي وراها البت على طول، كل ده في نفس اليوم في نفس الطلعه. انا اليوم ده كنتش عايز اروح المدرسه خالص غير على الامتحانات. معرفش ازاي الموقف ده عدى كده. عيطت في الشارع، عيطت كتير قوي، وقعدت اقول لي يا رب، وكنت بقول كلام حرام جدا. كل ما افتكر بجد المواقف دي بتعصب موت، يعني بتعصب جدا وبحس ان سبحان الله الايام دي بقت ماضي، بس بتعصب قوي يعني. الحمد لله. انا بجد مخنوق بجد، انا مش عارف ازاي قلت الكلام ده ولا ازاي طلعته. مش عارف فيديو اصلا ده هينزل ولا لا، لان بجد كل ما افتكر المكان ده بجد بتعصب قوي يعني من كتر العياط. طبعا روحت طبعا البيت، هتكلم اهلك اللي هتعمل ايه؟ ما انت هتعمل فيها عيل صغير بقى وتقول لهم انا ماما انا بتنمروا عليا في المدرسه؟ حاجه بجد يعني. حصلت في مره بجد، يعني جبت اخري بقى في مره، قلت لها بصراحه مش عايز اروح مدرسه بصراحه ان هم بصراحه بيتنمروا عليا، والمدرس قال واحد اتنين تلاته عادي. قلت لها المشكله معظم الامهات، في امهات تانية بتاخد الموقف بجد وتروح تعمل مشكله في المدرسه وما اعرفش ايه وبتاع. في امهات تانية او معظمهم يعتبر اللي هو "أنت يا ابني عبيط، يا ابني ده بيهزروا عادي والدنيا فاهم اللي هو يعني ايه، مش عايزه تضايقني في نفس الوقت، ايه اللي هو يعني يتعامل مع الموضوع عادي والدنيا عادي وكده يعني. وطبعا يعني ايه اللي هو ماشي ماشي خلاص. ودخلت الاوضه بقى، قعدت يعني رحت صليت، وانا بصلي بقى قعدت اعيط لربنا عياط، وقعدت يعني من كتر عمال أقول يا رب يا رب ما تطولني بقى وكنت بقى بقسم على ربنا انه يطولني. طب والله كنت بقول كلام، يعني انا ما اعرفش ازاي أصلاً كنت بقول، ولا الكلام ده حرام اللي انا بقوله ده بجد ولا ايه مش عارف، بس يعني
اللي هو يعني يا رب، طب كنت حامل يا رب ليه الابتلاء دوت، وانا كده مش عارف اعيش، وكان حاجه مش طايق يجيلي بقى اللي هو يا ابني انت خلاص انت هتقول لي بقى دراسه، ما الراجل بقى عنده حق يعني. دراسه ايه بقى وهتعمل لي فيها جايب لي الاول على ما اعرفش ايه، ما انت في الاخر يعني حته عيل قصير صغير نونه، فاهم؟ فانت صباح الفل، انت بتحكي في ايه؟ كنت حرفيا اقصر واحد على فكره كان موجود في المدرسه، كنت انا اقصر منه. بس الفكره ان اقصر واحد حتى موجود في المدرسه كان شكله كبير شويه، انا كان شكلي بقى اللي هو صباح الفل، انت يعني انت ما حصلتش اولى ابتدائي. طبعا كنت طبعا بتعالج، وهقول لكم برضو ازاي. شايف هعملها في فيديو تاني، ولا انا اصل انا حاسس طبعا الفيديو ده هيفتح مني يعني، فممكن تقولوا لي مثلا الفيديو اللي جاي. لان انا بصراحه الموضوع بصراحه هيطول يعني. فانا باذن الله الفيديو الجاي هعرفكم ازاي اتعالجت وايه الحل من الاخر كده، من غير كلام اللي قلت لكم عليه، من هو من غير رأي الدكاتره، وتقعد تروح لي الجيم وتلعب لي عقله والكلام الفاكس ده. تمام. الحل اللي جاب من الاخر بقى، كنت بقى وانا بتعالج بقى في بس في مرحله العلاج دي، كنت بقى حاطط في دماغي ان اي حد اتعامل معاه هيقول كلمة سخيفة، يتكلم ويضحك، هيبص بصة وسخة كده يعني. بالنسبة لي الناس دي شوية أرقام. أنت عارف اليوتيوبر اللي عنده مليون فولور خلاص بقى بيتعاملوا مع المتابعين أو المشاهدين أو كده على أساس إن هم أرقام، هو عايز بس يحقق مشاهدات. فمش فارقة معاه بقى الناس تتكلم تقول إيه، ناس تشتمه، وهو كان صح سواء صح سواء غلط. هو خلاص بقى بيحس ان هو مشهور لدرجة انه ايه ده، هبص لواحد مجهول معرفوش حتة رقم بالنسبة لي من وسط الارقام الموجودة عندي في الفولورز كده. فانا خدت المنطق ده، تمام. فتعاملت مع اي حد عموما. يا ابني هو انت في الاخر يعني كلها ايام، وانا هبقى في حتة، وهنسيب المدرسة ديت، وانا هبقى في حتة وانت تبقى في حتة. يعني في الاخر يعني زي ما بيقولوا كده ايه، الكلام ما بيلزقش والشتيمة ما بتلزقش، انت فاهمني؟ بس طبعا اللي برضو كان بيضايقني ان احنا في مدرسة، فانت كل يوم هتقابل الناس دي. فانا للاسف طبعا ما كنتش طبعا بروح فرق المدرسه ولا بتاع، كلها سنه واللي هتقولوا عليه مش عارف ايه، هوب كلكم هتتمنوا تقفوا كلكم جنبه، كلكم تتمنوا تقفوا تتصوروا جنبه وكده. بقيت اخد المنطق ده، فاي حد كان بيتريق عليا حاسس اللي هو ايه ده، يعني اي حد ناجح بيفتكر اما الناس كانت بتتريق عليه. فانا بقى خدت بقى المنطق دوت عشان اقدر اكمل في مرحله العلاج. وبس الحمد لله السنه مع التانية مع التالتة كنت كل سنه كده اطول 10 سنتي. طبعا يعني انت عينك لمعت دلوقتي. سواء انت كنت واحد قصير او كده، اللي هو ايه يا عم 10 سنتي بسرعه ديت، انت لحقت تعالي، طب ما انت ما تعرفنا، طب مش عارف ايه. هقولكوا في الفيديو الجاي. المهم كنت كل سنة أطول 10 سنتي، والسنة اللي بعدها 10 سنتي، السنة الأخيرة 14 سنتي، لأن كنت بقى أروح الجيم وبتاع وظبطت جسمي سنة، فكانت أصلا عندي تقوس فتعالج 3 سنتي مش أكتر خالص. يعني فكرة الجيم أو العقلة أو الكلام ده بتفرد الظهر، أنت لو عندك تقوس بيفرده لك بس، فيمكن بتلاقي 2 3 سنتي بيك كتير قوي. شكرا على كده. بدأت في تالتة ثانوي، خلاص بقى كنت وصلت من 100، كان طولي في الأول خالص ساعة ما كان متركم 135، طولي الحمد لله وصل في وقت تالتة ثانوي كان 167. يعني انت متخيل النط يعني حوالي مثلا بتاع 28 سنتي أو حاجة كده أو 30 مش فاكر. طبعا هو طبعا أنا حاليا طولي دلوقتي 169 يعني. طبعا انا وقفت طبعا يعني للاسف، يعني مش عارف للاسف ولا لا. بس انا بصراحه بقى يعني كسلت يعني اكمل، قلت خلاص بقى. لان لما كنت في ثالثه ثانوي لقيت بقى فجاه كده مره واحده كده، دي الحاجه اللي ايه، ده يعني فرحتني مش فرحتني، بس اللي هو حسيت ان ثقتي زادت شويه لما لقيت ان انا فعلا العيال اللي انا كنت اقصر منها مش بقيت بس في طولها، بقيت اطول منها. العيال ومش العيال القصيرة، العيال اللي طولهم متوسط، اللي هو متوسط الشباب اللي موجودين في المدرسة. يعني متوسط الشباب دلوقتي مثلا طوله من 165 ل 175 في الرينج ده. فأنا اللي هو كنت في المينيمم، واللي كان اللي تحت المينيمم شوية كنت أنا أطول منه بحاجة بسيطة.
فكذا واحد بقى ايه يا عم انت ما شاء الله انت طولت انت مش عارف ايه. كانت في عيال قصيره خالص بقى اللي قلت لكم عليها اللي انا اقصر منها، بقيت اطول منها بكتير، يعني اللي هو مثلا ممكن يقولوا مثلا لحد كتفي ولا حاجه. ف كذا واحد بقى منهم بقى بدأ يحقد وما اعرفش ايه، لان العيال دي كانت ماسكاني برضو ترند في المدرسه، وكل لما يمشوا معايا الحمد لله الواد ده بيديني امل في الحياه ومش عارف ايه، ويحط كتفه عليا كده، اللي هو ايه اللي هو بيحس ان هو ايه ده مش لوحدي، وان ده في حد اقصر مني، كان بيحس كده. فلما انا بقى ايه بقى ان انا اطول منه، بدأ يحقد وما بيسلمش وما اعرفش ايه، ويشوفني كده يلف في وشه يا ابني الحق انت بتعمله ده يا ابني، يعني انا شايف الموضوع عادي. في الفيديو الجاي بقى هحكي لكم ايه الحل بقى بجد، ايه اللي خلاني بجد اطول بقى بجد، وازاي اتعالجت فعلا، وايه ايه الحاجات اللي خدتها عشان اتعالج فعلا. مش هطول عليكم اكتر من كده، حكيت لكم قصة التنمر. انا مش عارف الفيديو صح هينزل، احتمال ينزل احتمال لا، برضه خليكم عارفين حاجة زي كده. إيه انا كفاية كده عليا رغي اكتر من كده، مش هطول عليكم اكتر من كده بقى. سلام يا برنسيسيين، سلام يا برنسيسيين، سلام.